احمد عبد الظاهر ومحمود حمدي عبد الظاهر لعيبه حلوه. المؤمن زكريا الهجمه المرتده ومؤمن احلى. عبد الله السعيد يقدر يجيب جول، يقدر يجيب جول والهدف الاول. هجمه مرتده سريعه الدقيقه الخامسه وعبد الله سعيد يجيب الهدف الاول للنادي الاهلي. عبد الله السعيد الهدف الاول للنادي الاهلي في الدقيقه الخامسه. بقول لحضراتكم هجمه مرتده، يا ريت تعيدها لنا مخرجتنا ايناس. ادي اللعبه وادي عبد الله وادي الانفراد، وعبد الله على طول حط الكوره واستنى ولحظه محمد بسام ما خرج، لكن اللعبه اتعملت حلوه. احمد عبد الظاهر احلى مؤمن واحلى عبد الله السعيد، 3 هجمات بهدف على طول، وعبد الله وقف عليها ثانيه وحطها على يمين محمد بسام، والهجمه المرتده السريعه عملها النادي الاهلي والهدف الاول. ثاني حسام غالي كان رزق الاولانيه، وعلى طول ملعوبه حلوه حلوه حلوه. صبري رحيل، صبري رحيل وهو بيجري بيلعبها العرضيه، وتاني 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 هدف. بقول لحضراتكم تاني وتاني وتاني وهدف. ومحمود تريزيجيه الهدف الثاني للنادي الاهلي في الدقيقه 21. محمود تريزيجيه مع حقه ومن حقه الراجل يسعد كده. كابتن فتحي مبروك، معمول شغل جيد جدا في اللعبه اللي فاتت. والدقيقه 21 محمود تريزيجيه يجعل النادي الاهلي متقدم 2-0. ادي كره صبري رحيل، ادي التحرك، وادي تريزيجيه بوش رجله حاططها في سقف المرمى. ادي الكره حلوه، عبد الظاهر راح فيها، تريزيجيه جات له ما استناش الراجل، وهدف تاني للنادي الاهلي. والاهلي يتقدم اعزائي في الدقيقه 21 2. اتطرد وداخل عماد متعب. متعب يا ولد، متعب يا ولد. الهدف الثالث للنادي الاهلي عماد متعب. اهو بقول الهداف يا جماعه عمله نادره، بياخد الثقه بلا شك. عماد متعب الراجل ادي ابتسامته بقاله كتير، الراجل ده ما ابتسمش. عماد متعب هداف من الطراز الاول، وعماد متعب في الميعاد. الهدف الثالث للنادي الاهلي. ادي الكابتن فتحي مبروك صاحب العصا السحريه في اداء النادي الاهلي الحقيقه لقاء النصر ثم اللقاء النهارده. الدقيقه 38 تقدم للاهلي 3-0. عماد متعب بيجيب جول جميل. بقول لحضراتكم من هنا ياما متعب جاب جوال وما بيكذبش خبر. اهو ادي اللعبه وادي الجمال وادي الحلاوه. وثلاثه يبدا الهجمه. رمضان صبحي ماشي، رمضان ماشي، رمضان احلى. عماد متعب، متعب ولا جده والله جده عايز تغيظه هات له جده بيجيب جول رابع. محمد ناجي جده. لا النهارده كوره جميله، النهارده في زي ما بنقول فرح للنادي الاهلي، بيعود نجومه وده شيء مطلوب. محمد ناجي جده، لكن الخلطه السحريه لفتحي مبروك بلا شك ليها قيمه كبيره. الدقيقه 43 اعزائي مشاهدي نايل سبورت والتلفزيون المصري، محمد ناجي جده بينطلق ويجيب الهدف الرابع للنادي الاهلي. وادي جده رايح للكابتن فتحي مبروك بيهنيه. وادي كده لقطه جميله. بقول لحضراتكم لعيبه النادي الاهلي محتاجه كانت ثقه. ادي اللعبه استلم رمضان صبحي عملها له حلوه وناجي جده رايح وجايب جول جميل 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 من تحت محمد بسام. الهدف الرابع للنادي الاهلي. لكن بلا شك تشعر كده ان لعيبه النادي الاهلي